انا عاوز احكي حاجه حصلت معايا من اسبوعين قبل حمله القبض على التيك توكرز والبلوجرز والناس دي كلها. يمكن يكون فيها دليل مثلا، بس الحكايه اللي احكيها النهارده بالسكرينات بكل حاجه تاكد صحه كلامي. انا من اسبوعين كنت بدات فتحت لايف، ما كنتش بفتح لايفات، فبدات افتح لايفات بتاعت الصيدليه وكنت بشرح للناس بقى حاجات في الصيدليه وكده. فالمهم كان في يوم كنت قاعد معايا في اللايف بتاع 105 110، هتلاقوا السكرين ظاهر هنا، وكان في ريت عالي وكان في هدايا بتتبعت وناس بتسأل وحاجات يعني كويسة جدا. فبعد ما خلصت اللايف واللايف كان جايب فيو عالي جدا، لقيت رسالة مبعوتالي من شخص ما، أنا هشيل اسمه وهشيل كل مواصفاته، مبعوتالي على الخاص عندي، بيقول لي أنا وكيل من التيك توك. قال لي احنا عايزينك تدخل معانا في الوكالة، هتلاقي السكرين ظهر لكم هنا برضو دلوقتي. انت عايزينك تدخل معانا في الوكالة، عايزينك آه، تعمل لايفات كتير وتعمل اللي نقول لك عليه، وفي نفس الوقت او في يعني المقابل هتلاقي الفيو عندك ضرب، لاني عامل لك اعلان ممول على اللايف بتاع التيك توك. معرفش يعني ايه اعلان ممول، يعني ان انا بدل ما يبقى معايا 10 ادفع فلوس يبقى معايا مثلا 1000، وفي ظل كده، في ظل ان المشاهدات هترتفع والفلوس هتعلى، هيجي لك هدايا. فلما يجي لك هدايا انت تاخد نسبتك وهو ياخد نسبته. ما اكدبش عليكم، انا قلت لهم ماشي طالما حاجه كويسه وما فيهاش اي محتوى مسيء، خلاص ما فيهاش مشكله. لغايه ما بصيت على البند اللي هو بتاع العقد بقى اللي انا هدخل بيه الوكاله، بيقولوا اول 15 يوم تقدر من حقك تطلع، بعد ال 15 يوم ما ينفعش تطلع غير بتقديم طلب لمين؟ اللي هو رئيس الوكاله. يعني انا عايز اطلع من وكالتك، اقدم لك انت طلب، يا ترفضه يا تقبله. طب ما انت اكيد هترفضه، فاهمني؟ فالمهم دخلت بعد ما اتاكدت ان هم ما يقدروش يلعبوا في الحساب بتاعي ويحذفوا اي حاجه، وقالوا لي شويه تعليمات اعملها، اللي انا انزل فيديو قبل ما اطلع لايف، واول ما اطلع لايف ادخل مع ناس محدده او ناس معينه والعب معاهم جولات. بيني وبينكم دخلت لقيت نفس ريت نفس المشاهدين اللي معايا بيبقوا هم نفس العدد، مثلا بتاع 50 60 واحد معايا في اللايف. فقلت لهم لا انتوا كده ما علتليش اي حاجه، رحت جاي طالع. بس انا طلعت من غير ما اقول لهم، يعني ما كملتش معاهم يومين بالظبط، لقيتهم بيقولوا لي لا احنا لسه ما قلنالكش التعليمات كلها، ولسه الايام اللي جايه هنعمل لك اعلانات مموله بس بعد ما تنفذ لنا التعليمات والكلام ده كله. فقلت لهم لا، ما يعني انت بعد ال 15 يوم دول انا مش هينفع اطلع، سواء انت عملت لي حاجه او ما عملتليش حاجه، انا كده كده مش هقدر اطلع من الوكاله بتاعتك. فرحت جاي طالع من الوكاله، قلنا اول 15 يوم سماح، انت لو عايز تطلع تطلع. طلعت من هنا لقيت مكالمات نزلت عليا من هنا، من الواتس ومن التليفون ومن التيك توك ومن انت طلعت ليه من الوكاله. وانا قلت لهم مش هستنى بصراحه ال 15 يوم بحيث تكونوا انتوا اتمكنتوا من الحساب بتاعي. يعني دخلنا في شويه مناوشات كده لغايه ما الموضوع انتهى ببلوك مني وبلوك من الشخص اللي هو اللي كان قايل لي انا الوكيل بتاع التيك توك. الكلام ده كان من اسبوعين قبل الحمله اللي هي بتاعت التطهير اللي بتحصل دلوقتي. فهل كان حد عنده علم باللي هيحصل في البلد اليومين الجايين؟ ما نعرفش. بس فانا حبيت اقول لكم اللي حصل معايا يعني ومع تجربتي. والحمد لله انا ما بطلعش لايفات كتير اصلا، هو لايف كل مثلا 3 ايام او 4 ايام. ربنا يكون في عون رجال وزاره الداخليه يعني.